انا مش بابليك سبيكر، بس انا طول الوقت يعني الحقيقه بفكر اتكلم في ايه، ولا ان انا شاغلني كلمه واحده او شعور. الكلمه دي اسمها اشمعنى. هي اشمعنى كلمه، بس هو الحقيقه شعور، وشعور مقسوم نصين. يا اما اشمعنى انا، يا اما اشمعنى هو. يا اما اشمعنى انا بيحصل لي كده دونا عن بقيه الناس، يا اما اشمعنى هو اللي بيحصل له وانا ما بيحصليش. يعني يا اما بتبقى احساس بالقهر والظلم، يا اما بيبقى احساس بالغيره ومشيها غيره. وخليني اتكلم في الموضوع من وجهة نظر نفسية. آه، حد يعرف يعني ايه كلمة اشمعنى؟ محدش عنده فكرة؟ قولي. يعني ايه معنى؟ طيب تفتكري الواحد لما يقعد يقول اشمعنى يعني بيدور على المعنى للي حصل ده، سواء اللي حصل له دونا عن غيره او ما حصلوش وحصل لغيره. يعني دماغه عماله تفكر في المعنى، ليه ده بيحصل، ليه ده بيحصل. تفتكري ممكن الواحد يبقى عامل ازاي، او ممكن يروح في انهي حته طول ما هو بيفكر في ليه ده بيحصل لي، او ليه ده بيحصل لغيري وما بيحصليش. تعالوا كده ناخد الموضوع من الاول. علم النفس بيقول ايه؟ بيقول ان احنا عمرنا ما بيجي لنا اي نوع من انواع الشعور خالص، اي نوع من انواع الشعور، الا لما بيسبقوا افكار. اللي بيحصل بالظبط ان بيبقى فيه موقف، يطلع منه افكار، يطلع من الافكار دي مشاعر، ويطلع من المشاعر دي behavior، سلوك بقى. شوف انا الموضوع هيبقى عامل ازاي. طيب الفكره بتاعتي دلوقتي كلها محصوره في اشمعنى، ليه. ليه ده بيحصل لي انا بس، ليه انا بس اللي مراتي تعطل بيها العربيه عند محطه موبيل المرغني، واروح بعد كده الاقي الناس واقفه بالمتفجرات وبتاع وهياخدوا العربيه. ليه انا في نفس الوقت برضو عربيتي تكون عطلانه؟ يعني ليه؟ خلاص يعني ليه هفضل افكر كده؟ انا دماغي خلاص محصوره، مش هعرف اتعامل مع الموضوع. افتكروا ايه المشاعر اللي ممكن تجيلك لو انت عمال تفكر في اشمعنى. نوع المشاعر هيبقى عامل ازاي؟ قهر، ظلم، اكتئاب، غضب. مشاعر كلها سيئه. تفتكري ممكن تعملي يعني حالتك هتبقى عامله ازاي؟ هتعرفي تخطي لقدام؟ حد فيكم يعرف يخطي لقدام وهو عنده المشاعر دي؟ يعني الواحد هيبقى قاعد صدمان عدمان ندمان كأبة، ما بيعملش اي حاجه. احنا عارفين ان الناس بتوع علم النفس والناس بتوع التنميه البشريه كلهم اتفقوا على ان الناس الناجحه عندهم الرول ده اللي هو keep moving forward. تفتكروا ازاي ممكن يموف فورورد وهو عمال يفكر في اشمعنى، وعمال يدور على معنى للي حصل؟ الافضل دايما بدل ما انت تفضل تدور على معنى للي حصل، تخلق انت لحياتك المعنى. شكرا.